يا ترى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايش معانا دلوقتي كان هيقول ايه؟ عايز احكي لكم قصة، والقصة دي بتبين لنا تدهور حال المسلمين ونسيانهم لربنا مع مرور الوقت. في زمن من الازمنة الصليبيين بعتوا حد لبلاد المسلمين عشان يتفقد احوالهم ويشوف هل ده الوقت المناسب للهجوم عليهم ولا لا. ففي اثناء ما الشخص ده كان بيتجول في بلاد المسلمين شاف غلام بيبكي وجنبه حد بيطيب خاطره، فسأله الصليبي: صاحبك بيبكي ليه؟ فالشاب قال له: لأنه كان بيصيب 10 من 10 في الرمي، لكنه النهاردة أصاب 9 من 10 بس. فبعت الصليبي الجاسوس للصليبيين إن ده مش الوقت المناسب لغزو المسلمين. مرت الأيام والسنين وحال المسلمين اتغير، بس للأسف التغير ده كان للأسوأ. الصليبي راح أرض المسلمين مرة تانية، فشاف شابين، واحد بيبكي والتاني بيطيب بخاطره. فسأله الصليبي: صاحبك بيبكي ليه؟ فقال له: عشان البنت اللي بيحبها سابته وراحت لواحد تاني. فالصليبي بعت للصليبيين وقال لهم ان ده الوقت المناسب للهجوم على المسلمين، وبالفعل هجموا على المسلمين واحتلوا الأندلس اللي هي بقت اسبانيا والبرتغال دلوقتي. فاجابة السؤال اللي سألناه في الاول ان الرسول مش هيبقى مبسوط باللي هيشوفه من المسلمين الايام دي، فياريت كل واحد واحدة يرجعوا لدينهم ويراعوا ربنا في كل حاجة بيعملوها. واحب اختم بالآية اللي بتقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.